ازيكم، اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم مع بعض على ازاي نتكلم English like native speakers. ازاي ان انا اعرف الليفل بتاعي وابدأ انميه علشان نعرف الليفل بتاعنا. لو انت تعرف تقدم نفسك او to express your opinion، ان انت تعبر عن رأيك او تقول انت عايز ايه in English، انت كده B1 in a good way. يعني ان انت تعرف تتكلم انجليش، تعبر عن رأيك، تقول اللي انت محتاجه. طيب اوكي، لو انا مستوايا B1، لو انا intermediate، ازاي ابدأ انمي نفسي؟ علشان تنمي نفسك لازم to gain as possible as you can vocab. لازم تحاول تكسب vocab على قد ما تقدر، لان وتوظف الفوكاب دي في الاشخاص. يعني انا دلوقتي ممكن اكون عارف السيمبل ووردز ان انجلش. طيب انا دلوقتي علشان ابقى ادفانسد، علشان يبقى الليفل اعلى، تحاول تجيب كلمات نفس المعنى بس بدي حاجه ان انت مور ادفانسد. زي عندي، واول حاجه لازم نتعلمها هي الفريزل فيربس. ايه هي الفريزل فيرب؟ الفريزل فيربس دي هي عباره عن two verbs او two words مع بعض بيدونا together another meaning. يعني انا دلوقتي عندي word وعندي verb وعندي word تانية، فالتو words دول مع بعض لما جبتهم ادوني الفريزل verbs. لما بتستخدمها كتير كده اللي قدامك بيعرف ان انت advanced. مش كل الناس بتبقى عارفة ايه كل الفريزل verbs، وبيحاولوا يستخدموا كلمات ابسط منها شوية. بس لا، انا دلوقتي انا مثلا الليفل بتاعي B1، انا عايزه انمي نفسي. لا خلاص، يبقى اوكي، انت لازم كده تبدا تنمي نفسك بانك تبدا تبحث وتعمل سيرش اكتر وتكتسب فوكاب اكتر. علمها الفريزل فيرب. اوكي، ايه هي الفريزل فيرب؟ زي ما قلنا two or more words that together act as a completely new verb with a meaning separate from of the original words. هو عبارة عن two words together give us a new meaning. ده نستخدم phrasal verbs بنستخدمها مع ال illnesses. أنا دلوقتي عن illness، أنا تعبت مثلا وعايز أتكلم على ال symptoms والأعراض اللي حصلت لي. طب إزاي أقول كده وأستخدم phrasal verb في حاجة زي كده؟ get over. get لوحدها ليها معنى، وover لوحدها ليها معنى، but get over together give us a new meaning. get over. ايه طيب المينينج بتاع get over؟ تعالوا نشوف مع بعض. get over means recover from something. to recover from something. Like for example, it took me weeks to get over my cold. It took me weeks to get over my cold. أنا دلوقتي كنت تعبان وأنا عايزة أقول إن أنا get over معناه to get recover، إن أنت get better، بقيت أحسن، ودلوقتي أنت خلاص تعافيت. فأنا عايزة أقول كده، أقول إيه؟ It took me weeks to get over. get over means to recover. فأنا دلوقتي لو هقول recover، طيب عشان أبقى advanced أكتر أقول إيه؟ get over. أنت كده الليفل أعلى من إنك تقول recover. أوكي؟ over means to recover but it's more advanced. Okay, the second one have come down with. 3 words. come لوحدها in a separate way ليها meaning، و down لوحدها ليها meaning، و with لوحدها ليها meaning. but 3 words مع بعض ادونا new meaning. okay, come down with. become sick. the opposite of get over. get over means to recover، ان انا خلاص تعافيت. طب come down with ده معناه ان انا become sick، ان انا بقيت تعبان. دي more advanced. بدل ما اقول ان انا I become sick، لا it's more better to say I
come down with. Okay, I come down with cold. I come down with, or I came down with cough, and so on. I think I am coming down with a cold. I think I am coming down with a cold. Okay, so here come down with means to become sick, to become ill. ان انت دلوقتي ill تعبان. But of saying بدل ما اقول I became or I think I am أو I become أو I became sick, it's better to say I think I come down with a cold. Come down with the more advanced. See the third phrasal verb with us today. Pass out. Pass out. Pass لوحدها ليها meaning، ليها معناها يمر، مرر. Like in football I passed the ball to my friend. So pass لوحدها ليها meaning و out ليها meaning. طب both together give another meaning. طب what is the meaning of pass out? Pass out means faint or lose consciousness. معناها ان انت دلوقتي اغمى عليك. يعني انا دلوقتي لو انا عايزه اقول انا اغمى عليا من التعب، طيب انا ممكن اقول I fainted. انا ممكن اقول I fainted. طيب علشان ابقى more advanced بستخدم فوكاب تعرف اللي قدامي ان انا ليفل الانجليش بتاعي اعلى من الانترميديت، اقول I pass out. كده ده معناه ان انت more advanced. Like I will pass out if you don't open a window. انا هيغمى عليا لو ما فتحتش الشباك. So I will pass out if you don't open. Okay, let's see the next one. Come round. Come round. if you لو انت حاولت ان انت تترجمها حرفيا هتلاقي المعنى ملهاش معنى. come round ده معنى ايه؟ بس هي phrasal verb. ف come round مع بعضهم ادونا معنى جديد اللي هو recover consciousness لعكس pass out. The opposite of pass out. Passed out. Then I came round. Then I came round. So came round means to ان انا فقت بعد ما اغمى عليا، انا خلاص already بقيت احسن. Okay, let's see the example. After I passed out at the school I came round in the hospital. Pass out معناها يغمى عليا، but came round معناها ان انا to recover ان انا بقيت كويس وفقت. فده الopposite بتاع pass out. ممكن تقول simply I recover consciousness but قلنا يبقى الموضوع more advanced لو انت استخدمت phrasal verbs. اوكي، بعد كده the last one fight off. لوحدها ليها معنى اللي هو يحارب. طيب fight off على بعضها ايه علاقتها بالإلنس؟ خلينا نشوف معناها كده. stop yourself getting ill. fight off means to stop yourself getting ill ان انت تمنع نفسك من ان تكون مريض. خلينا نشوف مثال هيوضح المعنى اكتر. eat oranges to help fight off a cold. كل برتقان علشان تمنع نفسك من انك يجيلك برد. طيب fight off هنا معناها ايه؟ to stop yourself getting ill. طيب I can simply say to stop myself getting ill. اوكي، بس احنا قلنا ان انت تستخدم phrasal verb ده هيخلي ليفل الانجليش والليفل بتاعك اعلى، فدي طريقة احسن جدا واسهل من وهتخلي الليفل بتاعك اعلى بكتير من انت تقول stop myself getting ill. ف eat oranges to help fight off a cold. ده لينك موجود ممكن تدخلوا عليه، هتلاقوا كل الفريزل فيربس المتعلقة بالإلنسز بلس واكتيفيتيز على الفريزل فيربس دي علشان تو براكتس ات مور، وهتفيدكم كتير. تكون الحلقة عجبتكم.